لا، الصرف باين ومكلف. إطلالة مي عمر في حفل توزيع جوائز مهرجان وشوشة. ظهرت مي عمر في حفل توزيع جوائز وشوشة بفستان لونه اسود، وفي حتة من فوق كده لونها ابيض كده، وطبعا خدت الجايزة. وطبعا الميك اب اللي عمله لها طبعا هي دينا، طبعا هي اللي على طول بتعمل لها الميك اب بتاعها. وكانت لابسة كمان كوليه ابيض كده. هي صاحبتها اللي جنبها على الشمال دي هي اللي عامله لها الميك اب، هي اللي كل مره هي اللي بتعمل لها الميك اب اصلا في اي حفله اي ده. وهنا طبعا بقى الجوائز معاها طبعا اهي، واخدت يعني كام جايزه، دي 4 ولا ايه، او دي جوائزها من المره اللي فاتت قبل كده، ودي الجايزه ايه الجديده وكده. وكانت كمان بشعرها مسيباه، وكانت بصراحة إطلالة لطيفة رقيقة كعادة ايه مي عمر. طبعا هي خدت الجايزة هنا عشان عملت فيلم اسمه هارلي مع محمد رمضان. أخدت أفضل ممثلة عشان عملت أفضل ممثلة مع محمد رمضان. وطبعا اللي على اليمين دي هي اللي كانت عاملة لها ايه الميك اب، تمام. وبتظهر معاها في كل حتة. طبعا هنا بقى هي مي عمر هنا، وهي كانت بتحضر لها الميك اب قبل ما تطلع طبعا في الحفلة. كانت بتحط هنا الميك اب طبعا. وهنا بقى ايه صاحبتها كانت بتحط لها الميك اب اهي، اسمها دينا راغب، هي عامله لنا هنا منشن. فطبعا عايزه اقول لكم كمان ان هي بتحضر لمسلسل مع جوزها محمد سامي في رمضان اسمه النعمه الافوكاتو، او الافوكاتو نعمه، مش هتفرق. طبعا هتعمل مسلسل مع محمد سامي، يبقى هينجح وهيكسر الدنيا، وهتطلع تاني احسن ممثله في مهرجان وش. عايزه اقول لكم ان كمان عندي فيديوهات كتير جدا، روحوا اتفرجوا عليها. يعني والله فيديوهات حلوه جدا بجد، يعني حلوه قوي يعني. وعايزه اقول لكم ان انا كمان بعمل فيديوهات يعني الفنانين دي، علشان يعني ايه الفيديوهات تنتشر اكتر. لان انا لما بعمل فيديوهات طبخ حاجات هنا والكلام ده ما بتنتشرش قوي، فبضطر اعمل فيديوهات مهرجانات وشوشه حاجات من دي لحد ما الموضوع يتعرف اكتر. يعني اللي بيسمعني كده يعني يفهم كده. وهتلاقوا عندي بقى حاجات خاصه بيا انا، يعني زي بقى طبخ بقى وحاجات كده فلوجات والكلام ده، هتلاقوا في القناه حاجات كتير جدا جدا جدا.